بينا يا استاذ قدام. طب ما توريني كده يا احمد. اهي يا رب تعجبك. يا ناجي جبت فلوس نصحي؟ جبتها سبخية حر ونار في جدته. جاي ابن حلال، كنا لسه في سيرتك بكل خير. ايدك على فلوس الطلبه اللي انا بعتهم لك امبارح يا حبيبي. طب استنى بس لما الاحتفال يخلص. احتفال ايه؟ ويا قريبتك بتتجوز، هات الفلوس. طب بس مش قدام الناس. احنا بنسرق يا ابني، هات الفلوس. طيب اهو خد اهي. يا اختي انا مش فاهمه ايه لازمتها المصاريف دي كلها. يعني مش عاوزانا نقول للراجل شكرا؟ تلاقيكي فرحانه بالزعيم الجديد. يستاهل والله العظيم يا رب، ده يستاهل الوزاره بحالها يا رب. وزاره بحالها طبعا. مين يشهد للعروسه؟ انا. مدرسة صفا. مدرسة ايه انتباه. نبدأ حفل التكريم اليوم بكلمة ناظر المدرسة الجديد الأستاذ ياسين الحمزاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي المدرسين، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن حياتنا تتغير بسرعة، ولكن في زحمة هذا التغيير يجب أن لا ننسى أشياء رائعة كانت يوما جزءا من سلوكياتنا التي تربينا عليها، ومنها عرفاننا بالجميل لمن أعطانا بإخلاص ليس له حدود، وهو لا ينتظر منا إلا كلمة واحدة بسيطة تتألف من 4 حروف لا أكثر، ولكنها على بساطتها ذات تأثير جميل ووقع طيب في قلب من يسمعها. هذه الكلمة هي شكرا. شكرا التي اجتمعنا اليوم لنقولها لرجل يستحقها بجدارة، لمرب فاضل هو أستاذنا جميعا الأستاذ محمود البنداري، الذي وهب عمره لأجيال وأجيال، فصار منهم القاضي والوزير والطبيب والأديب والفنان والمهندس. أستاذي الكريم، إني أقدر مدى حزنك، لأنك وأنت في أوج عطائك تخرج إلى المعاش، ولكني متأكد أن عزاءك الوحيد هو فخر تستحقه بجدارة لما قدمت لبلدك، وأنت تنظر حولك فترى تلاميذك في كل المواقع وفي أعلى المراتب. أدام الله عليك الصحة وأطال في عمرك، وسنبقى نحن ممتنون لك، وستبقى مدرستنا العبور فخورة أنك كنت يوما ناظرا لها في سنوات خدمتك الأخيرة. خلص يا عم بقى، ورانا شغل. اسمك ايه ده يا أستاذ في نصحي؟ كل خلينا نسمع. مدرس تسمع مين يعني؟ وفي حسين قلب الجسمي؟ كل تلميذ وتلميذة. واجتمعنا اليوم ووقفنا هنا لنقول لكم بكلمة واحدة وبصوت عال: شكرا. شكرا أستاذ محمود البنداري. يا سلام، كلمة مؤثرة والله. خلي بالك كل ده ارتجال. بسم الله ما شاء الله، مش ماسك اي ورقه في ايده. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، زملاء المدرسين، أبدأ كلمتي بشكري وامتناني العميق لخير خلف ناظر المدرسة الجديد الأستاذ ياسين الحمزاوي، وفي الحقيقة رغم حزني لفراقكم إلا أن إحساسي بأنني قد أديت الأمانة على أكمل وجه وعلى قدر استطاعتي هو عزائي الأكبر.
وعزائي أيضا أن المسؤولية ستنتقل إلى رجل أحبه وأقدره، هو الأستاذ ياسين الحمزاوي. يا عم خلص بقى، انت لسه هتكون معلقه. ولا شيء في ايه يا استاذ موسى؟ في ايه؟ انت مالك متضايق قوي كده ليه؟ إلى هذا افرح المنصب. افرح افرح. لقد عرفته لسنوات. افرح بمكان اللي اتسرق مني. عرفته سرق منك ازاي بقى يعني؟ انا ادم ولا ياسين؟ لا انت ادم، بس وجديته هو معاه ماجستير، لكن انت لا. وفوق كل ذلك ماجستير شلاه يا ماجستير. اللي وصله للمكانه دي مش عبقريته العلميه، امال ايه يعني؟ عبقريته الامن دوليه. والآن باسم مدرستنا وباسمي وباسم زملائي المدرسين وأبنائك الطلبة أود أن أقدم لكم هذا التذكار الرمزي عرفانا منا بالجميل. أنا عارف إني سايب لك تركة تقيلة يا ياسين، وإن الأمور في الفترة الأخيرة ثابت ومحتاجة تتلم، بس أنا عندي أمل في جديتك وإخلاصك، وإنت ذكي كفاية علشان تعرف مين معاك ومين عليك، ومن غير ما أقول أسامي. نمر تليفوناتي كلها معاك، محتاجني في أي حاجة في أي وقت كلمني على طول. ودي هديتي ليك، أرجو تقبلها. متشكر وربنا معاك. خد بالك من نفسك يا أستاذ. حاضر. الف مبروك يا استاذ ياسين. الله يبارك فيك يا مس دلال. اتفضلي اتفضلي. حضرتك تستاهل اكتر من كده 100 مره. ربنا يخليك. انا جايبه لحضرتك هديه بسيطه، يا ريت تقبلها. ايه لزومه بس؟ انا اللي عاملاه بايديا، هتكسفني برضه. انا مش عارف اقول ايه. ما تقولش حاجه، المهم انه يعجبك. لا هو عجبني وكل حاجه، بس يعني حضرتك عزيز علينا كلنا يا استاذ ياسين. والله وانت بالنسبه لي اخت عزيزه يا مس دلال. عشان كده يا ستي متشكر. هديه مقبوله وردها لك في الافراح ان شاء الله. اتفضل. مبروك يا حضرة الناظر. الله يبارك فيك يا فؤاد. مش دلال لحقت سبقتيني؟ اهلا يا استاذ فؤاد. طب هسيبكم مع بعض عن اذنكم. وريني بتخبي ايه؟ وريني بتخبي ايه؟ الله عاملاه بايديا وحياة عينيا. والله كنت عاوز ارجعه بس احرجتني. هو السؤال مش ليه قبلته ازاي؟ امال ايه السؤال يا فيلسوف؟ عرفت مقاسك ازاي؟ طب روح على فصلك بدل ما اخبطك بحاجه. يلا كده اهو. طيب فؤاد، متشكر على الورد ولو ان الذوق ده مش عوايدك.